بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي الدارسين والدارسات، المتابعين والمتابعات في جمهورية مصر العربية وفي العالم الإسلامي حولنا، ممن يتابعون معنا في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر العظيم، نحيي هذه الليلة بمجلس علم ترتفع به درجاتنا عند الله، وقل رب زدني علما. ونحن الليلة على موعد مع فقه العبادات وأهميتها والقضايا المعاصرة المرتبطة بالعبادات، وكذلك أيضا البدع وفقه مواجهتها بإحياء السنن واتباع ما ورد في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحرز القبول بإذن الله بالاتباع لا بالاختراع أو الابتداع. وأحب أن أنبه دارسين والدارسات إلى أننا بإذن الله تعالى غدا سيكون هناك محاضرة عقب صلاة العصر، ونرجو متابعتها. كذلك أيضا سيكون لنا محاضرات مسائية لمتابعة المناهج بإذن الله تعالى. ويوم الثلاثاء سيتم تسليم الشيتات لمراجعة امتحانات نصف السنة للدارسين والدارسات، فعلى الجميع ضرورة الحضور. وكذلك أيضا في يوم الأربعاء، وكذلك أيضا يوم السبت، والسبت في الزقازيق، والأربعاء أيضا في الزقازيق للدارسين والدارسات لاستلام الشيتات إن شاء الله بإذن الله. والشيتات موجودة أيضا في الإسكندرية الاثنين والأربعاء، الاثنين والثلاثاء، اثنين العجمي والثلاثاء في فيكتوريا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم. ومع أهمية العبادات في الإسلام وعنوانها وأسها الصلاة وهي عماد الدين، نبدأ في هذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد منصور، لنعيش مع هذه الجواهر الإيمانية. نسأل الله أن يبارك في صحته، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا على قدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بكتابه وسنته إلى يوم الدين. وبعد، فنحن في أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وهو شهر رمضان الذي عظمه الله تعظيما كبيرا، ولم يذكر الله عز وجل اسم شهر من الشهور العربية في كتابه الكريم إلا هذا الشهر العظيم. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الشهر المبارك فرض الله علينا صيام نهاره، وسن لنا القيام فيه قياما خالصا لوجه الله الكريم. وأعظم ما في هذا الشهر بعد الصيام تلاوة القرآن الكريم والصلاة المفروضة والصلاة المسنونة. نشغل أوقاتنا وأوقات هذا الشهر نهارا وليلا بهذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم مكان. فجميع الشرائع الشرعية والعبادات المفروضة فرضت على وجه الأرض
بواسطة جبريل عليه السلام يلقنها للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا الصلاة فرضت في أعلى مكان وأعظم مكان في ليلة الإسراء والمعراج، حيث عرج للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق 7 سماوات وفرضت عليه تلك الصلوات. فالصلاة هي عماد الدين، فيجب التمسك بها والمحافظة عليها والمحافظة على أركانها وواجباتها ومعرفة ما يفسدها لتكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولئن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تشرف بالعروج ليلة المعراج بالذات العلية وفرضت عليه تلك الصلوات، فإن الله سبحانه وتعالى أن أراد لكل مؤمن من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي لله تلك الصلوات المفروضة، فكأنما هو وقت صلاته في معراج يتصل بربه سبحانه وتعالى. فكل مؤمن أثناء الصلاة إنما هو واقف أمام ربه يخاطب الله بالقرآن الكريم. ولفضل الصلاة أيضا أن الله عبر عن الصلاة بالقرآن وأراد بها الصلاة، ذكر القرآن وأراد به الصلاة، فقال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، أي صلوا ما استطعتم صلاته من الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة. فيجب علينا المحافظة على هذه الصلاة، إذ لا فائدة في إنسان يصوم النهار ويترك صلاته من مفروضة أو مسنونة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة مفتاح الجنة. جعل الصلاة مفتاح الجنة، فمن أراد أن يكون من أهل الجنة وأن يفوز بالفضل من الله سبحانه وتعالى وينال عتق الرقاب في هذا الشهر المبارك، فعليه أن يحافظ على تلك الصلوات التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج، والتي فرضت على كل مسلم ومسلمة في جميع الأوقات، في حالة الصحة وفي حالة المرض وفي حالة الإقامة وفي حالة السفر وفي حالة السلم وفي حالة الحرب. لا يمكن في حال من الأحوال أبدا أن تسقط الصلاة عن أي شخص أبدا ما دام عقله ثابتا. فما دام العقل ثابتا تجب عليه الصلوات المفروضة ويؤدي اتباعا لها ما أمكن من الصلوات المسنونة، فإن الصلوات المسنونة تجبر ما حصل أثناء أداء الصلاة المفروضة من خلل. فإذا حصل في الصلاة المفروضة خلل فإن الصلاة المسنونة تجبر هذا الخلل وذلك النقص في هذه الصلاة، فيجب المحافظة عليها حفاظا شديدا ولا يمكن التساهل فيها، إذ لا حظ لتارك الصلاة في الجنة أبدا، لأن من أقام الصلاة أقام الدين، ومن ترك الصلاة فقد هدم الدين. فينبغي علينا